والله انا عايزاك توسع بالك معايا شويه بس. لا خدامك. الامر الا وحده. دلوقتي يا دكتور انا زوجه تانية. ما انا بقول تحرموا على انفسكم حكايه تانية وتالتة دي، مفيش حاجه اسمها زوجه تانية وتالتة، انت زوجه. لو انا سالتك انت نمره كام قولي لي، لكن زوجه تانية احنا هنمشي ورا الافلام لغايه الدرجه دي، لغايه العنوان الزوجه التانية سعاد حسني الله يرحمها. لا ما ينفعش الكلام ده، احنا زوجه. يلا قولي. فالمهم لما هي عرفت قالت له يطلقني. يطلقها هي؟ لا انا طبعا هي بقى الحاكم الامر الناهي لانها قديمه شويه وفي ولاد، فعايزه الجديد. طلع بره طلع بره وتعالى لي تاني لوحدك مع يا اني غندور. لما طلق قعدت اول اسبوعين ظبطت الحال بقى كويس، اسبوعين بالعدد، بعد كده رجعت اسخن من الاول. يعني هو سمع كلامها وطلقك؟ ايوه، ما عشان خاطر الاولاد. انا قلت له انا عشان خاطر الاولاد بصراحه اعمل اي حاجه، هو عنده اولاد. فانت قلت له زي بعض وطلقني يا محمد؟ مش مهم. قلت له وبعد كده هي طبعا يعني قعدت ظبطت نفسها اسبوعين وبعد كده استني بس استني. يعني انت قلت له اسمع كلامها يا اخويا وطلقني؟ قلت له اللي يريحك اعمله. ما هو يعني اللي يريحه ايه؟ استني بقى هنا. مش عايزه مشاكل. استني يا شهوده. اتفضل. انا بقى هنا مش هقول لك احلفي ولا حاجه، بس خليكي طيب. معايا عشان انا بعمل اصلي، انا شغلتي. بس هقول لحضرتك حاجه، يعني يا ريت انا بعد المكالمه دي اخد رقم حضرتك لان في كلام مش هينفع اقوله على الهوا. حاضر عينيا احترمك، بس لحظه واحده، هو سؤال واحد. اتفضل. هو سؤال واحد. اتفضل. انت لحظه ما قلتي له اعمل اللي يريحك كنت ندمانه على الجوازه؟ لا انا بحبه. بتحبيه؟ شكرا. وهو كمان بيحبني جدا أنا على فكره. بشكرك شاهد عيني، انا بشكرك. المهم انه رجعك تاني ولا لا؟ بس دلوقتي بقى هي عامله مشكله. ايه؟ دلوقتي هي يعني مش عارفه ان انا رجعت. بس قاعده في الشقه. ليه قاعده في الشقه؟ عشان في مؤخر. فهي راحت جمعت المؤخر وعايزه تيجي تديهوني عشان اسيب الشقه وامشي. جميل جمعت المؤخر، جمعته وعملت جمعيه وبتاع واستلفت. خدت. لا ما استلفتش، هي معاها فلوس. هي معاها جايباها منين؟ جايباها منين؟ ما هو من جيبه. انا بصراحه مش عارفه اعمل ايه، انا بين نارين. ولا تعملي اي حاجه خالص، بدام بتحبيه خليكي قاعده في مكانك وهي تعرف. ولو هي المتضرره ده حكم الشرع بقى، هي اللي متضرره، هي اللي تسحب بعضها وتلم هدومها او تقعد. طبعا ما دام معاها عيال بتحضنهم ما فيش مشكله، المتضرر هو اللي يمشي. لكن ما فيش الجواز له حرمه كبيره جدا، اللي متضايق هو اللي يتكل على الله من غير ما نحارب بعض. ده باختصار جدا الإجابة، وده اللي انت تعمليه. أنا زعلان من كلمتك اعمل اللي يريحك، لأن كلمة اعمل اللي يريحك دي سلاح له حد. ندم على الجوازة بس انت مؤدبة، فمش قادرة تقولي له طلقني وانت من جواك بتقول يا رب الليلة دي بلا قرف، ايه اللي جابني هنا وايه اللي خلاني ادخل على الحياة دي، ومراته ما هي حلوة اهي والشيطان بقى يرسم لك حاجة. 2 زي انت ما بتقولي كده بحبه. طبعا ما حدش بيحب حد، الحب ده كيان فظيع مش موجود. احنا ممكن نكون معجبين، ممكن نكون مرتاحين، ممكن نكون بنتخيل اننا نحب، لكن بحبه دي ايه؟ بحبه دي يعني معناها، انتوا عارفين علامه الحب في القران ايه؟ في سوره يوسف على اليمين. وانا برضو بقول لكم بجيب الكلام ده فيلسوف انا زي نجيب محمود الله يرحمه. لا، قال اني ليحزنني ان تذهبوا به. لو انت بتحبيه يا اختي وشميتي خبر ان في سكه طلاق جايه هتفرفري وتيجي واقعه في الارض ويشيلوك على القصر العيني، ومن القصر العيني على مستشفى احمد ماهر، على عندنا الحسين الجامعي بتاعتنا في جامعه الازهر. لفوا بك المستشفيات وانت تايهه، لانه لو قال لك هجيب ساعه المفروض بتدوخي. القران كده يحزنني ان تذهبوا به، تاخدوه من قدامي روحي تطلع. طب ما حدش بيروح بتطلع ولا حاجه. احنا طبعا الحياه ضروره والسفر ضروره والشغل ضروره، ومحدش هيقعد يقول يلا يا حبايبي اشبعوا مني وكلوا طوب او كلوا اسمنت. لا،